بغض النظر عن سياسات الإدارة على الأرض. ففشل وعجز تركيا ضرب الإنجازات الاقتصادية عن طريق مرتزقتها المسلحة، ودخول تركيا في حرب شبه مباشرة مع الإدارة الذاتية عن طريق ضرب البنى التحتية والمؤسسات الخدمية والمدنية، ليست سوى محاولة فاشلة على التحريض الكردي من الداخل. فليس من مصلحة تركيا بروز قوى اقتصادية فاعلة على الصعيد الدولي كما في كردستان العراق واليوم في روجافا. فرد تركيا المسعور ليس سوى فشل في كبح لجام التطور الكردي والتعامل بشكل غير سياسي، واللجوء إلى العنف ليس سوى محاولة حتى تجر المنطقة إلى حرب كما يحدث الآن في غزة على سبيل المثال. لا أظن أن هناك أي حلول في الأفق إن لم يكن هناك توافق بين القوى المتصارعة على الثروات والسيادة في المنطقة. لهذا علينا أن نعرف أين نحن من هذه المعادلة وماذا نريد. وشكرا لكم.